السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. اهلا وسهلا بيكم في جولة جديدة من جولات محطتنا، محطة الغردقة. معاكم محمد الدويك، مكتب محطة الغردقة للتسويق والاستثمار العقاري. مقر المكتب الغردقة شارع النصر بجوار السنتر الليبي على الرئيسي. اهلا وسهلا بحضراتكم. قبل ما ابدأ الفيديو، اجابة على رسائل بتجيلي على الصفحة. ناس عايزة تشتغل في مجال التسويق العقاري، شباب صغير من شبابنا المصري الواعد، خلص تعليمه عاوز يشتغل، بيقول لي تنصحني بايه؟ انصحك اول حاجة مراعاة ربنا سبحانه وتعالى في كل كلمة هتقولها وفي كل ورقة هتخلصها. لو الفلوس عندك اهم من العميل يبقى ما تشتغلش الشغلانة دي خالص. تجامل صاحب شقة او صاحب عقار على حساب العميل اللي جاي لك يشتري يبقى ما تشتغلش خالص. وانت شايف ان العميل عاجبه حاجة والحاجة دي فيها عيب، من الامانة ان انت تقول له هتشتغل في التسويق العقاري، انت عندك اهم حاجة ورقم واحد في حياتك هو العميل والزبون اللي اتصل بيك او جالك الشركة بتاعتك. ده ربنا جعله سبب للقمة عيشك، ربنا جعله السبب ان انت تاكل عيش من وراه. الراجل ده وثق فيك واتصل بيك وبياخد رأيك، فقول له بما يرضي الله. فما تجاملش حد على حساب حد، وامشي بما يرضي الله، ربنا هيكرمك احلى كرم. هي دي نصيحتي للشباب المصري عاوز يشتغل في التسويق العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الفيديو ده جولة حرة وهندردش مع بعض فيه عن اجابة لاسئلة ناس كتير بتجيلي على الصفحة، عايز يستثمر ومش عارف طريق الاستثمار ايه، يعني يشتري ايه؟ يشتري ايه في العقارات؟ يشتري استوديو ويأجره، ولا يشتري محل تجاري في موقع تجاري كويس، ولا يشتري شقة ويفرشها ويأجرها مفروش، ولا يعمل ايه بالظبط؟ المعروض كتير والفرص كتير، بس الناس بتتوه من كتر المعروض، تصل لمرحلة هشتري ايه؟ ايه اللي هيفيدني؟ ايه اللي هيجيلي من ورا ان انا اشتري في المكان ده؟ اشتري ارض ولا استوديو ولا شقة، ولا اشتري في كومباوند ولا في منتجع سياحي ولا في عمارة اهالي؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. من شارع النصر من امام سبنس احييكم ونبدأ جولتنا النهارده. هشتري ايه اكسب من وراه؟ هنتكلم عن الاراضي الاول. انت معاك فلوس وعاوز تشتري ارض او بتفكر تجيب ارض. يا جماعه الناس اللي بيروحوا يشتروا اراضي كمثلا ارض شباب الجامعه، حد سالني على الصفحه بيقول لي رايك في ارض شباب الجامعه. ارض شباب الجامعه انظف واحسن ارض كموقع ولوكيشن وخدمات جنبك، كفايه ان هي جنب جامعه الغردقه وفي وش الجونة وقريبة لشاطئ رملي مجاني، شاطئ تقسيم الوزراء في وشها على طول. الناس اللي بتسألنا عن البحر يعني، فاللي بيشتري أرض بينساها. بمعنى إيه؟ بيصبر عليها سنة اتنين، تمام، على ما الدولة تصرح له بالبنى يروح يبني. الدولة بتدي لك رخصة 3 أدوار، بتحلم إن يبقى عندك فيلا في يوم من الايام خاصة بيك، روح ابني فيلا. تحلم يبقى عندك بيت بتاعك انت واسرتك خاص بيك، هي دي ارض شباب الجامعة. بس حاليا هي ارض فقط، انت اللي هتبنيها، انت اللي هتبنيها. الورق طالع منين؟ الورق طالع من اكبر جهة حكومية في البلد، وهي مجلس مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر. يعني الحكومة نفسها هي اللي مديالك العقد بتاع الأرض. أنت بتشتري من مين؟ بتشتري من واحد بيبيع أرضه، وكل واحد استلم العقد من المجلس، عقد الملكية. وفي ناس بتبيع، حضرتك بتشوف حد بيبيع أرضه وبتشتري منه، عقد بيع نهائي، عقد تمليك خالص. الاستثمار في الأرض كويس جدا، بس عايزة صبر شوية.
نروح لمجال تاني، مجال الاستثمار في المنتجعات السياحية. بمعنى انت النهاردة بتشوف كومباوند او منتجع سياحي تحت الانشاء. تحت الانشاء ليه؟ لان تحت الانشاء اكبر ميزة فيه ان هو بيكون عنده ميزة بيقبل ان انت بتدفع له جزء من المبلغ، بيقول لك مقدم 20%، 15%، 10%، 30%، حسب الكومباوند نفسه وشروطه في الشراء. وبيدي لك فترة سماح تقسط عليها 2 أو 3. يبقى هو خد منك جزء صغير من الفلوس وانت مضيت معاه العقد، عقد بيع وعقد تمليك نهائي، وبتقسط الباقي. دي ميزة كبيرة جدا. ليه؟ لان في شريحة كبيرة من الناس في ظل الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها مفيش معاه فلوس كاش. انت النهاردة لو جيت تعرض استوديو مثلا ب4 مليون جنيه كاش، انت بتخاطب شريحة نادرة او قليلة. مين اللي هيجي لك يدفع لك 4.5 مليون كاش على الترابيزة؟ فانت لما تيجي تقول له ادفع من ال4 مليون 20%، يبقى انا بقول لك ادفع لي 800,000 جنيه واكتب معايا عقد تمليك وقسط الباقي على 2 أو 3. الميزة ان انت بتاخد تشتري من المطور العقاري نفسه وبتقسط الباقي كل يوم، والمطور العقاري بيشتغل وبيصل الى نسبة كبيرة من البنى. اعرف ان سعر الوحدة اللي انت اشتريتها بيزيد. طب المطور العقاري مطور محترم وسلم الناس في ميعاده وشطب المنتجع وبدأت الحياة تدب في المنتجع والناس تسكن، هنا السعر هيفرق كتير. هتفرش الوحدة بتاعتك، الاستوديو اللي انت اشتريته او الشاليه، وتبدأ تأجره. طيب انا مش موجود في مصر او مش موجود في الغردقة، مين اللي هيأجره لي؟ بتمضي تعاقد مع الشركة. المطور العقاري دايما غالبا بيبقى عنده شركة تسويق ايجارات، بتمضي معاهم عقد ان هم يسوقوا لك الشاليه بتاعك، يأجروه لك بالسنة، وبياخدوا نسبة تقريبا من الدخل 20% تقريبا حسب كل مطور، وبيدوا لك الباقي بيحولوه لك على حسابك، سواء كنت في مصر في بلد تانية غير الغردقة او انت عايش بره مصر. بطمنك في اجانب كتير عاملين كده. يعني لو نزلت الغردقة هتلاقي انجليز، المان، تشيك، بولندا، هولندا، تمام، اوكران، جنسيات كتير من اوروبا بينزل الغردقة بيشتري شاليه في كومباوند ويأجره وبيجيب له دخل كويس، ولو حب في يوم من الايام يبيعه هيجيب له مبلغ كويس، هيكسب اضعاف. هو ده الاستثمار في الغردقة، لانها بلد سياحية وبلد بلد ساحلية على البحر ومرغوبة عند الاتحاد الاوروبي جدا. فانت هنا العميل اللي هيجي لك عميل اجنبي او مصري او عربي بينزل اجازة وبيدور على استوديو او شاليه للايجار. فانت هنا حطيت رجلك في الطريق الصح، اللي هو بتشوف منتجع سياحي تحت الانشاء بتشتري فيه. بس مش اي منتجع سياحي، لان الموقع بيفرق جدا، وخصوصا لو انت هتستثمر وتأجر. الموقع يا جماعة لما تيجي تشتري اسأل على 3 حاجات مهمة: المطور العقاري واسمه وسمعته، الموقع والخدمات اللي المطور بيقدمها لك، والخدمات اللي جنب الكومباوند او المنتجع اللي انت هتشتري فيه، والورق. الورق ده طبعا انت بتدفع فلوسك في ورق، فحاسب جدا من موضوع الورق واعرف اللي ليك واللي عليك. نروح بعد كده لشقق وعماير اتحاد الملاك. شقق وعماير اتحاد الملاك هتلاقيها في الغردقة كلها، كل منطقة فيها عماير اتحاد ملاك. يعني ايه اتحاد ملاك؟ يعني ارض اشتراها سين من الناس، شخص من الاشخاص اشترى ارض وبناها عمارة، وبدأ
يبيع في الشقق اللي في العمارة دي. الناس اشترت الشقق سواء متشطبة او على الطوب، وبعد كده بيأجروها بيستثمروها، بيجيب لهم دخل كويس سواء مفروش او فاضي. بس بالنسبة للغردقة لما تحب تستثمر اشتري شقة برضه في مكان متميز، مكان سياحي يصلح ان انت تفرشه فرش نظيف وتأجرها مفروش، وديت هتجيب لك دخل كويس جدا. طرق الاستثمار كتير، بس انا عايزك تحافظ على فلوسك وتعرف طريقك صح، وتعرف انت بتشتري ايه وايه ايه الفايدة من وراء الحاجة اللي انت هتشتريها دي. مصر جميلة قوي، مصر احلى بلد في العالم، بس عايزة فلوس حلوة قوي علشان تعيش فيها مبسوط قوي. تخيل تكون عايش في بلد زي مصر، اجمل بلد في العالم، ومثلا مفيش معاك فلوس. اصل مفيش معاك فلوس دي بتخلي الدماغ تقفل، وسبحان الله المشاكل بتيجي لوحدها، وتلاقي الدنيا بقت غيامة وضلمة. انما لما بيكون معاك فلوس بيبقى مزاجك حلو، تخلي مزاجك حلو. الفلوس مهمة جدا في حياتنا علشان نعمل بيها اللي احنا عايزينه وفي نفسنا. بس انا معاكم ان الفلوس مش كل حاجة في الحياة، بس برضو الفلوس مهمة لحاجات كتير في الحياة. فعلشان كده انا بقول لك لو انت عايز تستثمر، لو انت عايز يبقى عندك مشروع استثماري، خد العقارات دي مشروع. في ناس كتير بدل مثلا ما يفتح مصنع او يفتح سوبر ماركت، لا، مشغل فلوسه في العقارات. بيشوف حتة ارض لقطة يشتريها، يصبر عليها شوية ويرجع يسوقها. هو جابها بسعر كويس، يسوقها في وقت تكون الناس عايزة الارض دي بالموقع ده، ربنا يكرمه فيها بمبلغ كويس. يرجع يشوف استوديو تاني مثلا في منتجع، يدفع مقدم حجز ويمضي عقد تمليك، يرجع يعمل له اعادة بيع. تمام، يدور رأس المال وربنا هيكرمه.